بصوا بقى يا بنات، انا لسه جايه من بره ادعبس في التلاجة مش لاقي حاجه اعملها. اعمل ايه؟ مفيش وقت ان انا اروح السوق واشتري خضار واقف اعمله، مفيش طاقه. عايزه اقول لكم هنعمل وصفه النهارده خطيره وانا لسه بلبس الخروج. تعالوا اقول لكم ان انتم ممكن تعملوها معايا كده في 10 دقايق. يلا بينا على وصفتنا الجميله، هنشوف هنعمل ايه النهارده. بس قبل ما نروح هتعملوا ايه؟ يلا قولوا لايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم نصلي فيه على النبي. بحبك يا شيخه. يلا بينا، انا قلت لك لازم ابهرك. يلا بينا. اول حاجه هنا بقى هنجيب البوله بتاعتنا الشقيانه التعبانه. البوله دي بجد عزيزه عليا قوي، تمام. واول حاجه هننزل في البوله بتاعتنا هنا بشويه كده من الفلفل الالوان، حوالي كوبايه كده كبيره من الفلفل الالوان المشكل. بسم الله. هنشيل كده معلقه بس صغيره في الاخر كده، هقول لكم ليه. هنزل هنا كمان بحبايتين من الطماطم منزوعه البذر، يا دوبك بس واخدين اللحم اللي بره بتاع الطماطم بس. بسم الله. هننزل كمان عليهم بشويه من الزيتون الشرايح دي. بسم الله. هننزل بقى على الفلفل الالوان والزيتون الشرايح وكمان الطماطم بتاعتنا المكعبات، هننزل عليهم بكوبايه من الجبنه الموتزاريلا. بسم الله. وبكده نزلنا بالجبنه كمان الموتزاريلا بالشكل ده كده. هننزل كمان هنا عندي لانشون بالشكل ده مقطعه برده مكعبات صغيره، هبدا انزل باللانشون. بسم الله. حشوه سريعه واقتصاديه نوعا ما وحاجه كده خطيره، ما فيهاش لحوم ولا اي حاجه. وعايزه اقول لك تقدري في الوصفه بتاعتنا النهارده تحطي اي حشوه انت عايزاها في البوله دي، لمي التلاجة وحطيها هنا. هندي بقى للخلطه الجميله بتاعتنا دي كده تقليبه حلوه قوي. بسم الله. عايزه اقول لكم بجد ريحتها حلوه قوي، الزيتون مع اللانشون مع الفلفل ريحتها حلوه. بسم الله. تقدروا تحطوا بقى اي ميكس جبن، عايزين تحطوا رومي مبشوره شيدر اي حاجه. بسم الله. وبكده الحشوه بتاعتنا بقت جاهزه معانا يا بنات بالشكل ده. هنجيب الصينيه بتاعتنا هنا بالشكل ده وهنبدا ندهنها دهنه كويس قوي بالزبده او بالسمنه او بالزيت، اي حاجه عندك ماده دهنيه. بسم الله. ادهنيها كويس قوي. اثبتي بقى. يلا. بتعكسني الصينيه. وبكده غلفنا الصينيه بتاعتنا بالماده الدهنيه كويس قوي بالشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب هنا بقى لفه جلاش، وهي دي المنقذه عندي ما بستغناش عنها في الفريزر. اول ما احس ان انا مستعجله اطلعها ابدع بيها يا جماعه، بجد الجلاش ده منقذ في البيت. طب يلا بينا نشوف هنعمل بيه ايه. بسم الله. واللي عرفت تكتب لي في الكومنتات يلا بسرعه. نفرد لفه الجلاش بتاعتنا بالشكل ده يا بنات اهو، كلها على بعضها كده بالشكل ده. بسم الله. بعد ما فردنا لفه الجلاش هنركنها كده على جنب، وهبدا اخد ورقتين كده يا بنات من لفه الجلاش واحطهم كلهم في الصينيه من تحت بالشكل ده. نحاول ان احنا نغطي الصينيه كلها من تحت بالشكل ده كده، تمام لحد كده تمام اهو. وهبدا اجيب ورقتين تاني من الجلاش وهنبدا نحط نصهم كده في الصينيه من النص والنص التاني على بره. واخدين بالكم بالشكل ده كده يا بنات اهو. انا بنصص قطعتين الجلاش، نصهم بره ونصهم جوه في نص الصينيه بالظبط. هنعمل برضو بنفس الطريقه بس الناحيه التانيه، نصها بره بالشكل ده ونصها في نص الصينيه. ونحاول كده نرص الصينيه كويس قوي. في كل طبقه بقى هنغلفها كويس قوي بالزبده زي ما انتم شايفين كده. هنحطها بالشكل ده برضو عكس عكاس كده في الصينيه، برضو نصها في الصينيه والنص التاني بره خالص بالشكل ده، تمام. وبرضو الاتجاه الناحيه التانيه بالشكل ده. بصوا، وبرضو بالاتجاه الناحيه التانيه حطيت برضو ورقتين بالشكل ده. لو لاحظتوا بقى هتلاقوا ايه، ان الصينيه كلها اتغلفت بورق الجلاش، بس نص الورقتين بره والنص التاني في الصينيه، تمام كده. برضو كده نغلفها بالزبده بتاعتنا. بسم الله. طيب انا بقى هبدا اكمل كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده انا خلصت خلاص كل الكميه زي ما انتوا شايفين، فردت كميه الجلاش كلها في الصينيه. بسم الله. برضو هنحط كده طبقه من الزبده بالشكل ده كده. بس هاتي بقى حشوتك الجميله اللي عملناها سوا او اي حشوه زي ما قلت لكم، وهننزل في الصينيه بتاعتنا بسم الله بالحشوه اللي احنا عملناها دي يا بنات. وبكده حطينا الحشوه، هنبدا بقى نفردها كويس قوي في الصينيه وزي ما قلت. طيب الصينيه دي مقاس ايه؟ مقاس 32 يا بنات. حابين تكبروها كبروها عن كده، حابين تصغروها عن كده صغروها. شايفين شكلها؟ تورتايه يا ولاد، حاجه كده عسل. حطي لايك يا عسل انت يا قمر، بحبك والله.
طيب بعد ما احنا حطينا بقى الحشوه بتاعتنا، هنبدا بقى نقفل على الحشوه بتاعتنا بالشكل ده. هنجيب بقى كل واحده واللي قصادها، انتوا فاهميني؟ يعني انا جبت دي كده اهو، طبعا حاطين قصادها بالشكل ده، هنبدا نقفل بالشكل ده، انتوا فاهميني؟ وبرده نورق بايه؟ بالزبده. عايزه اقول لكم النهارده هتاكلوا اجمل والذ واسرع وصفه فطيره، حاجه كده خطيره، حلوه والله، فطيره حاجه كده خطيره يا سيدي. بجد بجد تحفه. هنبدا بقى نجيب الناحيه الثانيه يا بنات بالشكل ده برده اللي قصادها اهو كده، نقفل ونجيب اللي قصادها اللي احنا حطيناها بالشكل ده اهو، وبرده رشه زبده. وهل كده خلصنا؟ لا لسه طبعا في تكايه تانية هقول لكم عليها. كده دي اخر ورقه خلاص تنيناها بالشكل ده يا بنات. هنجيب بقى الحروف اللي هنا دي هنتنيها كده اهي، تمام. طيب اهم خطوه بقى هقول لك عليها، واحنا بنقفل صينيه الجلاش بتاعتنا بالشكل ده هنعمل ايه؟ هنكون سايبين ورقتين، احسن ورقتين شايفينهم كده في لفه الجلاش، سايبينهم على جنب، تمام. هناخد بقى منهم ورقه ورقه، وهنبدا ان احنا نقفل بيها لفه الجلاش بتاعتنا بالشكل ده كده اهو، داير ما يدور. بصوا نقفل كده كويس، وهنجيبها على الجهه التانية بالشكل ده، الناحيه المفتوحه اهو، وقفلي يا ست الكل. عملناها فطيره مدوره. عايزه اقول لك اسرع فطيره شرقي هتاكليها بالحشوات، وممكن تحشيها بقى، عايزه اقول لك بقى يا خراشي كده بجد بجد بالسجق والجبن، بتبقى في حته تانية. بس زي ما قلت لكم انا جايه مستعجله، والحاجه اللي لقيتها في التلاجة حطيتها بالشكل ده كده يا بنات، بقت مدوره معايا خالص بالشكل ده، وقفلناها كويس قوي. هنركن بقى الصينيه بتاعتنا دي على جنب كده. تعالوا بقى نعمل صوص التشريبه مع بعض سريع جدا. زي ما انتم شايفين عندي هنا كوبايه الا ربع من الحليب، وتقدري تخليها كوبايه عادي جدا. هنزل عليهم زي ما انتم شايفين كده بمعلقتين كبار من الزبده، ورشه بسيطه قوي كده من الفلفل الاسمر، بسم الله. ولو حابه بقى تحطي بيضايه كمان حطي، مفيش اي مشكله، ولكن عادي انا عايزاها فطيره كده خفيفه، مع ان البيض هيدي طبعا هيزودها القيمه الغذائيه احسن، تمام كده. هحط هنا كمان بقى كده رشه صغيره من الملح، حوالي ربع معلقه، وناخد بالنا علشان خاطر الزيتون هنا حادق، تمام، يعني خدوا بالكم ان في زيتون، فهنبدا نحط كده ربع معلقه صغيره بس من الملح، بسم الله. هنقلب بقى كل ده كويس قوي مع بعض، اللبن والفلفل الاسود والزبده والملح، ونحط بقى كده صوص التشريبه بتاعنا، بسم الله. يستحسن يكون الحليب دافي مش ساقع زي ما انا حطيت كده، ليه؟ عشان انا لما حطيت الزبده بصوا عملت تكتلات، هي هتسيح اول ما تخش الفرن طبعا، شايفين؟ عشان الحليب انا مطلعاه من التلاجة بقول لكم مستعجله ساقع، تمام. فالزبده سايحه معايا، بصوا خلاها قطع ازاي، فمفيش اي مشكله عادي، هي دلوقتي هتسيح اول ما تخش الفرن. ناخدها على الفرن على درجه حراره عاليه، يعني مش اقل من 200 على الرف اللي في النص، مش هتاخد منك 10 دقايق. هندخلها الفرن وهنرجع تاني اقول لكم هنعمل ايه. اتسلي بقى واعملي اللايك بتاعك الجميل. وبعد مرور 10 دقايق طلعت معانا زي ما انتم شايفين الفطيره القمر بتاعتنا من الفرن، وخدت اللون الحلو ده. بس قبل طبعا ما تاخد اللون بتاعها كامل، طبعا مش ده اللون اللي هيرضينا يعني، تمام. هنبدا نطلعها كده من الفرن، وتعالوا بقى ندلعها كمان. هنبدا ندلعها بقى على الوش كده بشويه كده من الجبنه الموتزاريلا، بسم الله. تقدري تكتري زي ما انت عايزه جبنه موتزاريلا، تمام، بسم الله. شويه كمان كده فلفل الوان عشان تدينا شكل حلو كده زي البيتزا بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد ريحتها وجميله وشكلها لوحه فنيه، بسم الله. هنبدا بقى كمان نحط كده شريحتين كده من الزيتون بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن تكمل السوا بتاعها، وتاخد الجبنه اللي على الوش دي لون بسيط كده. وبكده يا بنات طلعت معانا الفطيره القمر. عايزه اقول لكم بجد ريحتها خطيره جدا جدا، سهله وسريعه، ما خدتش مننا اي وقت خالص. لو عايزه تديها لون اكتر من كده براحتك، بس انا اللون هنا حلو جدا، الكاميرا هي اللي بتفتح شويه. شايفين لونها؟ شايفين جمالها؟ بجد خطيره. تعالوا بقى كده نقطع الفطيره بتاعتنا، بسم الله. سامعين القرمشه؟ تحفه، بسم الله. بصوا يا بنات جميله جدا، شايفين؟ طبعا سخنه، بس عايزه اقول لكم ريحتها خطيره وجميله جدا ومقرمشه معانا وحلوه جدا، بسم الله. تعالوا بقى كده نشوفها مع بعض. بصوا تحفه، شايفين الحشوه من جوه؟ بسم الله.
تحفه بجد. وصفه سريعه جدا جدا، يعني بجد هتنقذك وقت الازمات. بحبك جدا في الله. ما تنسيش لايك وشير للفيديو يا قمر، شجعيني على الفيديو ده عشان انزل لك بفيديو جديد. مع الف سلامه.